تخيل انك تصحى بيوم من الايام وتلاقي انك خسرت كل شيء بحياتك، مع انه انت ما ارتكبت اي غلط، بس النظام قرر انه انت شخص ميت مع انه انت عايش وعم تتنفس. وهيدا بقى يا حبيبي مش فيلم، هيدا قصة حقيقية صارت مع مارتن لما راح يبلغ الشرطة عن سرقة هويته ورجع وهو ميت رسميا. طيب هو ده حصل ازاي يا باشا؟ هادي اللي رح نعرفه بقصتنا اليوم. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد، وبهذا الفيديو رح نحكي عن مارتن، الشخص اللي نام وصحى تاني نهار لقى كل شيء متدمر، كل حياته تغيرت. مارتن هو زلمة طبعا مش انثى، تخيل انثى اسمها مارتن ما رح تزبط. هو رجل عادي مثل اي رجل بامريكا، عنده شغل ثابت وبيت مرتب وحياة عادية. وبيوم من الايام بلش يكتشف شغلات غريبة، مثل انه بطاقته البنكية ما اشتغلت وراح يسحب مصاري. فبس هو بالبداية يعني قال لك انه عادي، يعني ما هي هالشغلة، ما عطاه اهتمام، يعني يمكن يكون خلل بسيط بس ما في مشكلة. بس وقت اجى يحاول يسجل دخول على الايميل لانه كمان الايميل مقطوع مش موجود، الايميل مسكر والتليفون الخطي اللي فيه موقف. ومع الايام صار شيء غريب، البنوك وشركات الاتصالات وكل شيء انمحى منه مارتن، خلص مارتن كأنه مات، ما عاد اي اثر لمارتن. فمارتن هون صار يحس بشعور غريب كأنه هو عايش بحلم. فهون مارتن قرر انه يروح على الشرطة ليبلغ عن سرقة هويته. بس الصدمة اللي صارت انه الضابط قال له انت مش موجود رسميا، انت شخص ميت. طب انا ميت ازاي يا باشا؟ مهيني واقف قدامك وموجود وحي. فالضابط طبعا قال له لا مش موجود، انت شبح وروح اطلع لبرا، مش ناقصنا اشباح بالمكتب اللي قاعد، روح اطلع لبرا. لا والله انا ضفت من عندي. فمارتن بالبدايه ما صدق وصار يضحك، حاول انه يشرح انه شو اللي عم بيصير، حتى انه فرجهم بطاقه هويته وفرجهم جواز السفر تبعه، بس كل هذا الشيء على الفاضي، لانه مارتن اكتشف انه في شخص تاني استعمل هويته وكل سجلاته الرسميه تعدل عليها، وتعدل عليها بطريقه رسميه. بهاللحظه كل شيء بحياه مارتن توقف، حساباته البنكيه كلها تقفلت وكل راتبه صار محتجز، حتى تامينه الصحي التغى وكل مواعيده الطبيه التغت، حتى انه عقد بيته التغى وصار معرض للطرد باي لحظه. ممكن باي لحظه يجي صاحب الشقه يعطيه شوطه يجيبه بالشارع يقول له انت مش ناقصنا جثث عنا. حتى انه اصدقائه وعائلته واجهوا صعوبه كبيره انه يتواصلوا معه بشكل رسمي، لانه هو خلص انسان ميت. تروح على مركز الشرطه يشحطوك يكبوك ويقولوا لك ما اشوف وجهك مره ثانيه، مش ناقصنا اشباح ومومياءات قايمه من قبورها وتجي لعنا، انت انسان ميت خلص لا اشوف وجهك هنا. ومنها هون مارتن بلش رحله لتاخذ سنين مليانه ورق وبيروقراطيه. شو يعني بيروقراطيه؟ شو بيعرفني؟ شو بعرف شو يعني بيروقراطية؟ هلا مترجمة على جوجل. واخذ محامين مختصين بهاي القوانين المعقدة، حتى انه جامعة تقارير طبية تثبت وجوده، يعني انا موجود بس مش موجود، فصار بده يثبت انه انا موجود. يا اخي انا عايش، انتم مالكم يا جدعان وفي ايه؟ واستدعى شهود من عائلته وزملائه بالشغل واصدقائه لحتى يشهدوا انه هو عايش. صار يتراسل مع البنوك وشركات التأمين ودوائر الحكم، وكل واحد يطلب ورق من الثاني، يعني صار دوامة لما تنتهي. وكل يوم كان عبارة عن اختبار صابر لمارتن، لأنه أي غلطة كانت تراجعه لنقطة الصفر. أما الشخص التاني اللي سرق هويته كان يعيش بولاية تانية باسمه، حتى أنه كان يستعمل كل شيء باسمه، مثل الحسابات البنكية والبيوت والسفر وحتى الخدمات الرقمية مدري الأشياء اللي كان بيشتغل عليها مارتن، كله كان يستخدمه الشخص التاني. حتى أنه مارتن حاول إنه يقنعه إنه في شخص تاني بس رفضوا، كانوا خلاص رافضين، أنت إنسان ميت وما في شيء اسمه شخص تاني. فمارتن صار يعيش صراع داخلي، بيقول أنا أكيد عايش جوات حلم. لا ما هو حلم، هاد كابوس. واحباط مستمر لكل جهوده، لانه شو ما كان يسوي ما كان يقدر يثبت انه هو عايش، يعني هو عايش بس مش عايش، يعني هو قانونيا ما هو عايش، هو انسان ميت من زمان. حتى احيانا كان يقعد ويفرط من الضحك على حاله ويغربط الموقف، ومرات كان يغرق بالحزن، ومرات تجي نوبات غضب يقوم يصير بده يكسر كل شيء بالحياه. بس المشكله انه هو ما ضل شيء عنده لحتى يكسره. كان يعصب بزياده، حتى انه اصدقائه وعائلته حاولوا يدعموه، بس كل هذا على الفاضي، لانه النظام كان اقوى من هذا الشيء، يعني كان اقوى من الحب والعاطفه. انا ما بدي حب وعاطفه، بدي حقوق، يعطوني حساباتي البنكيه، فلوسي يا حبيبي وبيتي وكل حاجه اختفت من حياتي، شو جيت تعطوني حب وحنان؟ بديش حب وحنان، بدي فلوس. يقولوا له يا مارتن لازم انك تصبر، يمكن هذا امتحان من الله لإلك. انا طبعا ما بعرف، يمكن مارتن يكون ملحد، بس انه يعني طريقتهم هن، حتى لو ملحد بيقولوا له انه هي مش طريقه، انه بهاي الطريقه، عرفتوا كيف؟ انه لازم انك تصبر، هذا امتحان من ربك. طب اذا ملحد شو رح يقولوا له؟ امتحان من الكره الارضيه. شو بيعرفني شو بدهم يقولوا له؟ وبعد سنين طويله من المعاناه، وقت صار مارتن يعني شوي بفوت على مصح عقلي، بس حتى على مصح عقلي ما كان يفوت لانه هو شخص ميت، قدر اخيرا انه يثبت وجوده انه هو عايش. الف مبروك عمو مارتن، يعني واخيرا قدرت تثبت انك انت عايش وانت اساسا منك ميت. ورجعت له بعض من حقوقه مثل حساباته البنكيه والتامين الصحي والبيت يلي كان بيستاجره. اما الشخص اللي سرق حياه مارتن ما قدروا يمسكوه، يعني حتى ما جربوا ان يمسكوه. طيب هو كيف سوى كل هالاشياء وكيف سرق حياه مارتن؟ يعني هو على الاغلب انه يكون هاكر، فمارتن تعلم من هذا الشيء انه وجودك على الورق وعلى بالنظام اهم من وجودك الفعلي، وانه اي خطا اداري او غلطه من بشري ممكن تدمر حياتك.
فاذا انت صار معك الشيء شو ممكن انك تعمل؟ انا لو صار معي هذا الشيء ما ممكن نسوي اي شيء، لانه اساسا ما في شيء حتى لا عندي حسابات بنكيه، ولا عندي اي شيء بالحياه، ولا عندي بيت مستاجر، ولا عندي تامين صحي، ولا عندي هويه اساسا. هلا جد عم سوي هويه. المهم هي قصتنا اليوم، قصه مارتن. يعني قصه اتوقع تكون قصيره جدا، بس للاسف ما في وقت لحتى نصور قصه طويله، وان شاء الله يعني المياه ترجع لمجاريها ونصور فيديوهات احسن وافضل وكل شيء احسن. اذا عجبكم الفيديو تحط لايك واشتركوا بالقناه، وبس كده. تشاو.